طبعا قبل أي كلام نصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. إيه زوج مراته ماتت، خلف منها بنت. أما الزوجة ماتت عاش مع بنته، لأن بيحب البنت جدا جدا جدا، حب كبير قوي بين الأب وبين بنته، لأن أمها وصت أبوها على البنت. فلما ماتت الأم، الأب كان بيحب بنته جدا جدا جدا. المهم ناس قالوا له لازم تتجوز علشان ما تسيبش بنتك كده لوحدها في البيت، لازم تتجوز واحدة تتابعها، تعتني بيها. البنت مكانتش طفلة، البنت كانت كبيرة يعني. المهم الراجل اتجوز زوجة مرات أب. المهم اتجوزته وخلفت بنت. أصبح الراجل عنده بنتين، واحدة من اللي ماتت وواحدة من الزوجة اللي اتجوزها. تمام. للأسف وبكل أسف مرات الأب دي سلوكها مش كويس، كانت خاينة، كانت خاينة. فمين شافها؟ بنت جوزها عرفت ان مرات ابوها بتخون ابوها. فالبنت لما شافتها بدأت تهددها وتقول لها انا هقول لابويا، ازاي تخون ابويا وازاي تعملي كده. بدأت مرات الاب هنا تفكر هتعمل ايه في الكارثة اللي اتحطت فيها. في نفس الوقت بنتها طفلة بس واعية، يعني بتعرف تحكي اللي بتشوفه. البنت دي برضو كانت بتشوف الراجل اللي أمها بتخون معاه. بس الطفلة بقى ما كانتش بتهدد أمها ولا تقول لها، بس شافت وعرفت. البنت الكبيرة بقى اللي بقت تهدد وتقول لها هقول لأبويا وأنا مش هسيبك وإزاي تعملي كده، لأن الأب كبير في السن واللي اتجوزها شابة صغيرة، يعني فرق سنين بينها وبين جوزها. فخانته. الأب بقى متجوز عشان تفضل مع البنت، خانته علشان كبير في السن وهي شابة لسه صغيرة، الكلام ده كله. فمرات الأب خايفة البنت تقول لأبوها، لكن بنتها لسه برضو صغيرة ومش هتعرف تثبت قوي أو تقول وأي حد يصدقها يعني. المهم قعدت تفكر بقى أنا هعمل إيه في البنت دي علشان أتخلص منها. بقول لكم الأب بيحب البنت جدا جدا جدا، والبنت مؤدبة محترمة بتحب أبوها. فكرت مرات الأب إن هي تقول لأبوها إن بنتك سلوكها مش كويس، يعني بتعرف شباب، بتمشي مع شباب. وبدأت تخلي ناس يكلموا الأب ويقولوا له احنا ماشيين مع بنتك وفي علاقات بيننا وبين بنتك، وبنتك سلوكها مش كويس، ومعانا فيديوهات لبنتك ومصورينها. فالراجل مفروض يسأل ويعني يوصل للحقيقة. صدق. فمرات الأب بقى بتقول له عايزين نتخلص منها، لازم البنت دي هتفضحنا، وانت عارف السمعة والشرف، لازم نتخلص منها.
وأنا هجيب لك السلاح اللي هنتخلص منها، وهجيب لك السلاح. الأب طبعا من بعد ما كان بيحب بنته جدا بدأ يكرهها وصدق فيها الكلام ده. جابت سلاح من حد من قرايبها، كان معاه سلاح مرخص. جابته وخدروا البنت وأخدوها ولفوها في البطانية وخرجوا بيها عند الريش اللي موجود في البلد. يعني عارفين القرى بيبقى فيه ريش وفيه حاجات كده. راحوا هناك في أراضي زراعية وقاموا عاطين لها طلقة في راسها. البنت الطلقة دي خدتها وهي مخدرة، يعني هي ما حستش، يعني ادولها بنج وراحت عن الوعي. فخرجت من البيت ملفوفة في البطانية بس مش ميتة، علشان لو هم طلقوا الصوت هيبان. فخدوها في مكان بعيد في الريف، أراضي زراعية، وقاموا أبوها قام عاطلها طلقة في راسها والبنت ماتت. طبعا الحكومة اجت لأن الناس شافوا إن البنت واحدة مقتولة. عرفوا إن البنت دي بنت الراجل ده. كل البلد قالوا إزاي البنت دي يحصل لها كده، إزاي البنت دي تتقتل، ومين اللي قتلها. البنت دي محترمة، البنت دي إزاي الكلام ده. طبعا كل البلد زعلوا إن البنت دي بنت كويسة جدا، إزاي يوصل بيها إن هي تتقتل وفي مكان بعيد. اتقبض بقى على مرات الأب وعلى الأب. مش قبضوا عليهم، يعني بيسألوهم في ايه، بنتكم كانت فين. ما نعرفش، هي كانت خارجة وغابت عن البيت. طيب لما غابت عن البيت ما عملتوش محضر ليه؟ قالوا احنا كنا لسه هنعمل محضر، لان يعني فكرنا مثلا عند حد من قرايبها، عند صاحبتها، كناش نعرف ان الموضوع كبير ومقتولة. فالضابط هنا قعد يبحث في الجثة، لا مضروبة ولا كانت بتقاوم حد، ألا يعني ما فيهاش أي خدش، مقتولة بسهولة. ما أنا قلت لكم متخدرة، البنت متخدرة، فاتقتلت وأخدت رصاصة، فهي مش هتقاوم لأن هي غايبة عن الوعي. والقضية مش عارفين يوصلوا مين اللي عمل كده. الأب منهار علشان البنت، يعني عامل إن هو زعلان على بنته، ومرات الأب نفس الوضع. فجابوا البنت اللي هي الطفلة الصغيرة، قعدوا بقى عارفين بقى شغل الحكومة، يجيبوا لها شوكولاتات وحاجات حلوة، ويا تعالي يا قلبي وانت بنت حلوة، وقولي لنا اختك مرات ومامتك وباباكي، احكي لنا حصل ايه، واختك كانت بتخرج امتى. المهم البنت قالت انا في يوم، هما بقى فكروا ان البنت نايمة. البنت ما كانتش نايمة، البنت كانت صاحية، بس ما عرفتهمش انها صاحية. فقالت للحكومة انا كنت قاعدة في السرير وصاحية، لقيت بابا وماما لفوا اختي في البطانية
وخرجوا بيها من الشقة. من هنا بقى الحكومة بدأت تعرف وتتأكد إن البنت دي اللي قتلها أبوها ومرات أبوها. جابوا مرات الأب وجابوا الأب، طبعا تساؤلات وسين وجيم، والبنت اجت وقالت الكلام ده قدامهم. قالوا ما حصلش، البنت قالت لا حصل، ماما وبابا لفوا اختي في البطانية وخدوها برا البيت. ما عرفوش ينكروا واعترفوا. طب انت عملت كده في بنتك ليه؟ قال لهم انا ناس كلموني وقالوا لي ان بنتي سلوكها مش كويس وماشيه مع شباب وماشيه مع رجاله، والبنت فضحتني. وطيب مين اللي قالك الكلام ده؟ إيه، مراتي. مراتك؟ مراتك. طبعا دي مرات ابوها ومش امها. فهو بيقول مراتي قالت لي، وبعد ما قالت لي لقيت شباب بيتكلمني في التليفون وقالوا لي ان في علاقة بيننا وبين بنتك، وبنتك سلوكها مش كويس، وبنتك ماشية مع شباب ورجالة وي وي وي. يعني مرات الاب اللي بدأت تقول لأبو البنت. بعد كده التليفونات اجت للأب علشان البنت سلوكها سيء. فضل ورا مرات الأب. مرات الأب اعترفت بكل حاجة، والبنت الطفلة برضو قالت اللي كانت بتخون معاه صاحب جوزها، بيشتغل عند جوزها، صاحبه بيشتغل معاه، وشاب كده من دورها. انا قلت لكم ان مراته صغيرة في السن، فالراجل ده كان صاحب جوزها وبيشتغل مع جوزها، وكانت بتشوفه وهو بيشتغل عند جوزها، وحصل اعجاب ما بينهم، خانت جوزها مع الراجل ده. فالبنت كانت قالت برضو ان الراجل دون كان بيجي لماما وبابا مش موجود. زوجة الأب اعترفت بكل حاجة بقى، خلاص الأمور انكشفت، والأب عرف إن بنته مظلومة والخاينة سيئة السمعة هي مراته. هي ورا ده كله علشان تتخلص من البنت، خافت تقول لأبوها إن هي خاينة وبتخون أبوها. مرات الأب والأب أخدوا إعدام. تخيلوا تعمل إيه علشان تطلع نفسها من الخيانة وتخلي الأب يقتل بنته. يعني أنا عايزة أقول كلمة للأب ده، هو أي كلام يوصل لك يبقى خلاص تمام أكيد حصل، ولا لازم تعرف وتدور وتشوف؟ دي بنتك، انت اللي هتبقى عارف سلوكها كويس ولا مش كويس. فرضا اجالك تليفونات، ليه ما تقولش في دماغك ان في ناس مؤذية؟ ليه ما تقولش ان في بيتك اكبر عدوة لبنتك مرات الاب؟ بكل اسف هي اللي دبرت ده كله علشان تتخلص من البنت، والبنت في الاول وفي الاخر بريئة من كل شيء، وسيئة السمعة هي مرات الأب مش بنت جوزها. يا ريت كل أب متجوز مراته ميتة واتجوز لازم ما تصدقش مرات الأب في كل حاجة. لازم تعرف نفسك إن هي مش أمها،
مهما يكون مش أمها. الأم حاجة ومرات الأب حاجة. في ناس الوقت هتعلق وتقول مش كل مرات الأب، أنا مرات أب وكنت بحب ولاد جوزي. عمر ما في واحدة تتساوى بالأم، ما فيش زي الأم. حتى لو مرات الأب بتعامل ولاد جوزها كويس، مش ولادها، وعمرها ما هتحبهم زي ولادها. ده شيء طبيعي. أنا بتكلم بقى المفروض على الأب. الأب لازم يكون أوعى من كده، واعي، ويعرف إن اللي بتقول الكلام ده مش أم، ولا عمرها هتحب بنت جوزها. فكل أب ما تصدقش كلام مراتك اللي هي مرات أب ولادك، اللي هي متجوزها على مثلا مراتك ماتت، مطلق. فلازم تبحث، ما تصدقش من أول كلمة تتقال، لازم تبحث وتتأكد ويبقى معاك أدلة. لكن مجرد ما تقولك بنتك سيئة السمعة، بنتك فضحتك، فلا، ما ينفعش، ما ينفعش. فدي عظة وعبرة. مش كل مرات الأب بتحب ولاد جوزها، ومش كل أب يسمع ويصدق على كلام مرات الأب. لازم تعرف الحقيقة أول، بعد كده تحاسب. ولازم تحط في تفكيرك وفي دماغك إن عمر مرات الأب ما تحبي ولاد جوزها 100%. مش ممكن. ولادها حاجة وولاد جوزها حاجة.